الطفلة دي كان عندها 6 سنين واتقتلت جوه بيتها، والشرطة جت، ولكن الحقيقة ما خرجتش إلى النور إلى يومنا هذا. في يوم 25 ديسمبر 1996 ليلة الكريسماس في ولاية كولورادو، بيت عيلة رمزي بيت كبير وثري مليان ديكورات عيد الميلاد، وشجرة الكريسماس منورة والهدوء مغطي المكان. في طفلة صغيرة هناك عندها 6 سنين اسمها جوني بيني رمزي، عروسة صغيرة بمكياج وحركات أكبر من سنها، لابسة فستان أبيض وشريط ذهبي في شعرها. كانت ملكة جمال الأطفال حرفيا، بتشارك في مسابقات الجمال من سن 4 سنين وبتفوز دايما. الكل شايفها زي الملاك، بس محدش يعرف إن الليلة دي هيكون آخر يوم في حياتها. شهر ديسمبر الساعة 5 الصبح، أمها باتسي رمزي تصحى من النوم وتنزل تلاقي رسالة غريبة، ورقة مكتوبة بخط إيد غريب، رسالة فدية بيقول فيها إن بنتهم جوني بيني اتخطفت وإنهم عاوزين فدية 118,000 دولار بالظبط. مبلغ غريب لأن جوزها جون رمزي أخد مكافأة السنة دي بنفس المبلغ. الرسالة بتقول إحنا جماعة غريبة ومش هتعرفونا، لو بلغتوا الشرطة هنقتل بنتكم، نفذوا الطلبات بالحرف. بس المفاجأة، بدل ما يتعاملوا على إن في خطف، الشرطة تتصدم بعد ساعات قليلة لما يلاقوا جثة جوني بيني، جثة الطفلة موجودة جوه البيت، جوه الكابو، متغطيه ببطانيه وفي راسها ضربه قويه وخنق بعنف شديد. ازاي الطفله دي كانت في البيت من البدايه والكل بيدور عليها بره؟ جثتها عليها اثار خنق وضرب على الراس واشارات اعتداء، وجنبها حبل وشريط لاصق. الجريمه مرعبه، واللي حصل واضح انه مش مجرد خطف. لكن الغريب، البيت ما فيهوش اي علامات اقتحام، يعني اللي قتلها كان جوه البيت وكان عارفهم كويس، يمكن حتى واحد من اهلها. وهنا يبدا الكابوس الحقيقي. الشرطة بدأت تشك في البداية، كان الشك كله متوجه للناس اللي في البيت، الأب والأم والأخ بيريك اللي كان وقتها عنده 9 سنين. ليه؟ لأن البيت كان مقفول، مفيش أي أثر دخول، وجثة البنت كانت في الكابو، مكان اللي الأب لقاها فيه. التحقيقات بدأت والصحافة انفجرت وكل الناس بدأت تسأل هل ممكن العيلة تكون ليها يد؟ لكن محدش متخيل ان ممكن ام او اب يعملوا كده في بنتهم، ولا حتى ان الطفل بيريك يكون ليه علاقة. لكن في تلميحات زي ان الصوت اللي كان في مكالمة الشرطة يوحي ان الطفلة كانت صاحية مش نايمة زي ما بيقولوا. هل فعلا العيلة بريئة ولا الجريمة وراها سر دفين؟ ايه اللي حصل في الساعات اللي بعد الكريسماس اليوم التاني؟ ليه الرسائل مكتوبة بخط ايد من نفس خط العيلة؟ وايه سر الفدية اللي بنفس رقم المكافأة؟ الشرطة دخلت بيت عيلة رمزي وبدأت تدور على اي حاجة غير طبيعية، لكن من اول لحظة كل حاجة كانت ماشية غلط. مسرح الجريمة اتلوث بالكامل، اهل الطفلة سمحوا لناس كتير يدخلوا البيت، الشرطة نفسها ما امنتش المكان كويس، والاب جون رمزي هو اللي دخل القبو ولقى الجثة بنفسه. ليه راح هناك وليه لمس الجثة؟ وكل تصرف منهم كان بيصعب التحقيق اكتر واكتر. المحققين ركزوا على ورقة الفدية، الورقة كانت مكتوبة بخط اليد 3 صفحات كاملين، وده غريب جدا لان اللي بيكتب رسالة فدية في العادة بيكتب كلمتين وخلاص، لكن دي كانت شبه سيناريو فيلم رعب. الاغرب من كده ان الورقة كانت من دفتر مذكرات خاص بالام باتسي رمزي، يعني الرسالة مكتوبة جوه البيت، وفوق كده في تحليل خط الايد باتسي طلع فيه تشابه بنسبة كبيرة، لكن مفيش دليل قاطع. الشرطة قالت مش كفاية لإدانتها، لكن الشكوك حوالينها كتير جدا. الطب الشرعي كشف ان في علامات اعتداء جنسي، في خنق بحبل وفي ضربة شديدة جدا في الرأس. لكن الغريب انهم لقوا اثار DNA على ملابس الطفله وما كانش يخص اي حد من العيله. في الوقت ده الناس بدات تقول اكيد في شخص ثالث، واحد اقتحم البيت وقتل البنت، بس الشرطه مش مقتنعه لان مفيش اي كسر او اثار دخول من بره، ولا في دليل يثبت ان حد دخل وخرج. الطفل اللي عمره 9 سنين دخل هو كمان دايره الشك. في اشاعات ان بيريك كان عنيف وانه غيران من اخته. في تحليل بيقول ان اثار الادله اللي اتضرب بها جوني بيني ممكن تكون عصا للعبه مطبخ، والاداه دي كانت لعبه بيريك، لكن الاهل رفضوا ان بيريك يتسائل قدام محلفين وحموا ابنهم بكل الطرق. السؤال هنا، هل طفل عنده 9 سنين ممكن يعمل جريمه بشعه بالشكل ده؟ الاعلام حول القضيه بيتكلم كتير قوي، كل يوم الناس بتشوف صور البنت الجميله وهي لابسه فساتين ومكياج كانها ملكه جمال، وبدا الكل يسال ليه طفله عندها 6 سنين بتتصور بالشكل ده؟ هل الام كانت بتضغط على بنتها وتستغلها؟ الاعلام بدأ يسلط الضوء على جانب مظلم في المجتمع الأمريكي، مسابقات ملكات الجمال للأطفال، والناس بدأت تتعاطف مع الطفل أكتر، لكن في نفس الوقت تزيد الشكوك في أهلها. مرت سنين وكل الأدلة كانت بتضيع، العيلة ما توجهش ليهم أي اتهام رسمي، الشرطة فشلت في إثبات أي حاجة.
الرأي العام اتقسم، في ناس مقتنعة ان الاب او الام لهم يد، وناس تانية شايفة انهم ضحايا زي بنتهم. لكن المريب انهم بعد الجريمة سابوا المدينة وغيروا مكان سكنهم ورفضوا الكلام في الموضوع ده لفترة طويلة. اما بيريك فاختفى تماما عن الاعلام لحد ما طلع فجأة في 2016 بعد 20 سنة واتكلم، وكان كلامه غريب جدا. وفي سنة 2016 وبعد سنين طويلة من الصمت طلع بيريك رمزي الأخ الأكبر في مقابلة تلفزيونية مع قناة CBS. كل الناس كانت مستنية تشوفه، تسمعه، تحاول تحلل أي حركة في وشه. لكن بيريك كان بيبتسم بشكل غريب جدا وهو بيتكلم عن أخته اللي ماتت. قال في الحوار: أنا كنت نايم وما سمعتش حاجة، وصحيت لقيت الشرطة في البيت. ما كنتش أعرف إن في مصيبة حصلت، بس الهدوء الغريب اللي كان عليه، طريقته في الكلام، ملامحه اللي ما فيهاش أي تعبير حقيقي للحزن، كل ده خلى الناس تسأل: هل بيريك مختل؟ هل هو القاتل؟ ولا مجرد طفل بريء اتظلم؟ في نظرية بقت مشهورة جدا بين المحققين والإعلام بتقول بيريك كان بيتخانق مع أخته ليلة الجريمة، اتنرفز وضربها على راسها بحاجة صلبة، مش بقصد القتل بس الضربة كانت قتلة. وأهله لما شافوا اللي حصل اتصرفوا بطريقة تحمي ابنهم بأي تمن، حتى لو ده معناه يتستروا على الجريمة ويعملوا قصة الخطف دي كلها. النظرية دي بتدعم بيه وجود فاكهة أناناس في معدة جوني بينيه، وجود طبق أناناس على الترابيزة عليه بصمات بيريك وبصماتها. الأم قالت محدش أكل أناناس، لكن الطب الشرعي أكد العكس. يعني في حاجة متخبية، في اكاذيب، في سر. رغم ان مفيش اي علامات اقتحام واضحه، في ناس بتقول القاتل كان شخص غريب دخل البيت من فتحه قبو صغيره وقتل الطفله وخرج من غير ما يسيب اي اثر. في اسم طلع اكتر من مره: جون مارك. كان راجل غريب اعترف بالجريمه سنه 2006 وقال انه كان بيحب الطفله جوني بينيب وانه شافها بتموت، لكن لما حللوا الDNA بتاعه طلع مفيش اي تطابق، فطلعوه براءه واتقال انه مختل عقليا بيحاول ياخد شهره على حساب قضيه مش بتاعته. وبرضه رجعت الشكوك تاني لعيله رمزي. في ناس بتقول ان التحقيقات من اول لحظه كانت فاشله. احد المحققين اللي انسحب من القضيه قال حرفيا: انا مقتنع ان واحد من الثلاثه جوه البيت هو اللي قتل جوني بينيب، لكن مش قادرين نثبت ده قانونيا. بدأ الطب الشرعي يستخدم تكنولوجيا جديدة لتحليل الDNA وحصلوا على نتائج دقيقة أكتر من التحليلات القديمة. بس المفاجأة إن الحمض النووي مش متطابق مع أي حد في قاعدة بيانات المجرمين، يعني لا هو الأب ولا الأم ولا بيريك ولا أي حد معروف. وده رجعنا لنقطة الصفر من تاني. رغم مرور أكتر من 25 سنة، قضية جوني بينيب رمزي من أكتر القضايا المحيرة والغامضة في تاريخ أمريكا. كل الناس عندها نظرية وكل الناس مقتنعة إن العيلة كانت تعرف حاجة، بس مفيش أي دليل قاطع. الطفلة الجميلة دي ماتت وهي عندها 6 سنين في بيتها، وفي ليلة المفروض تكون ليلة فرح، بس اتحولت لجريمة صدمت أمريكا كلها. ولسه النهاردة اسمها بيخلي الناس تسأل: إزاي ممكن طفلة تموت كده، وإزاي مفيش أي عدالة؟ ولو وصلت هنا احب اشكرك، وما تنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك، والاشتراك في القناه، لان حولت قناتي من تطوير ذات لمحتوى قصص مشوقه، وده من ترشيحاتكم. واستناني في الفيديو الجاي.